فيلمنا بيبدأ مع أسرة صغيرة في مدينة اسمها بادجر، وأثناء وقت العشاء فجأة الإضاءة بتاعة المنزل بتروح وبترجع تاني، وفجأة بيحصل انفجار كبير خارج المنزل، وبيكتشف الأب إن الهواء اللي جاي من الانفجار ده مسمم، وبعده بلحظات بيبان تأثير الهواء المسمم على الطفلة دي وبتموت، وبعدها بيتأثر بيه الأب وبعدين الأم وهم كمان بيموتوا. أما الطفلة الصغيرة دي فبتحاول تنقذ نفسها لما بتلاقي خزنة صغيرة فبتحاول تستخبى فيها، ودي بقى تبقى لورين عالمة أحياء بوكالة ناسا، ومتعودة دايما تاخد إزازة الويسكي معاها الحمام، ودايما بيكون في حاجات شغلها طول الوقت لكن مش بنعرف إيه هي. بيبدأ ينتشر في الأخبار خبر انفجار في بلدة بادجر واللي راح ضحيته 1300 شخص نتيجة للهواء المسمم، لكن الحقيقة ما نعرفش إذا كان ده انفجار كيميائي أو قنبلة كيميائية. وأثناء متابعة لورين الخبر باهتمام بيوصل مجموعة من الأمن القومي بياخدوا لورين للعقيد روجر، وهناك بتقابل ديفيد عالم أحياء. بيقول لهم روجر إن في نيزك هو اللي سبب الانفجار في بلدة بادجر، وبيطلب منهم إنهم يدخلوا البلدة دي ويحاولوا يوصلوا النتيجة عن طبيعة النيزك اللي سمم الهواء، خصوصا إن النيزك ده كان في حجم كرة سلة بعد ما انفجر واتحلل في التربة. وهما في الطريق بيحاول ديفيد يتعرف أكتر على لورين، وبيبدأ يحكي لها عن إنه عنده ولدين هما سام ومايكل. سام دايما شايف إن شغل ديفيد مش بيفيد الناس، فبيقترح عليه انه يشتغل شغل تاني حقيقي زي والد صديقه جيسون واللي بيشتغل سباك، لكن لورين بتبقى سرحانة دايما في دنيا تانية ومش مهتمة خالص بكلامه ولا كأنها سمعاه. بيوصل لورين وديفيد لموقع الانفجار، وبتلاحظ لورين وجود نبات شكله غريب جدا وسط الانفجار، ودي بتكون حاجة مش طبيعية، ازاي في نبات وسط انفجار؟ لكنها بتكتفي بانها تاخد صور النبات ده بتليفونها، وبتسأل ديفيد هنعمل ايه في الوضع ده؟ لكن ديفيد الحقيقة ما عندوش اي اجابة لانه مستغرب الوضع تماما، فبتقرر انها تبحث على النت عن طبيعة النبات ده اللي شكله غريب جدا وهي ما شافتوش قبل كده. وهي بتبحث على الانترنت بتلاقي فيديو لسيدة في لقاء تلفزيوني في روسيا ان حصل عندهم في البلدة بتاعتهم نفس الانفجار اللي حصل في بلدة روجر، وبتقول انه بعد الانفجار ده ظهرت بذرة صغيرة وخرج منها زرع كتير، وبعد كده ناس كتير ماتت. وبعد الفيديو بنعرف ان الست اللي كانت بتحكي هي كمان ماتت. نرجع للمشرحة اللي في بلدة بادجر واللي بيكون فيها تشريح لجثة من الجثث اللي توفت بسبب النيزك، وخلال التشريح بيكون في عملية تصوير. بيتم تصوير عملية التشريح دي، وبيكون في مجموعة من الدكاترة ومجموعة تانية بتمثل الجيش خارج غرفة التشريح علشان يتابعوا العملية، وهم بيشرحوا الجثة بيخرج سائل شكله غريب جدا، وبعد شوية بيرجع تاني لنفس جسم الجثة، وفجأة الجثة بتقوم وبتاخد وضع واحد طول الوقت، وده بيخلي كل الدكاترة أعصابها تتوتر جدا لدرجة إن الدكتور نفسه اللي بيشرح بيسيب الأوضة ويمشي، وبتقرر الدكتورة الصغيرة إنها تستنى وتكمل شغلها مع الجثة. وبرغم إن الجثة اتحركت لكن الأجهزة مش مبينة أي إشارات للنبض، وكله بيكون مذهول من اللي بيحصل. ولما بتحاول تتواصل الدكتورة مع الجثة بيكون مفيش أي استجابة، وبعدين بنلاقي مجموعة جثث في نفس المشرحة حصل معاها نفس اللي حصل للجثة دي. بيحاول الدكاترة والجيش إنهم يتواصلوا مع الجثث دي ومعرفة طبيعة حالتهم وطريقة تفكيرهم، لكن ما بيوصلوش لأي حاجة. وبنعرف من الدكتورة إن في 49 جثة هم بس اللي حصل معاهم كده والباقي لأ، وكان تفسير ده إنه رد عليها دكتور تاني بيقول لها إن ال 49 جثة دول كانوا قريبين قوي من موقع انفجار النيزك، علشان كده هم بس اللي شموا الهواء المسمم، لأ ده كمان هم بلعوا شظايا النيزك، وده اللي خلاهم أحياء جسديا لكن مفيش أي استجابة عقلية. وبيوصل العقيد روجر وبيلاقي لورين في حالة حزن وانهيار، ولما بيسألها السبب بتقوله إن اللي حصل في بلدة بادجر مش أول انفجار من النوع ده يحصل، لأن الانفجار ده كان حصل قبل كده في روسيا بنفس الطريقة، لكن الروس أخفوا الأمر. وبتقوله إنها لقيت فيديو عن الحادثة اللي كانت في روسيا، لكن العقيد روجر مش بيصدقها. الموضوع بيكبر جدا وبيوصل وزير الدفاع واللي بيبلغه رئيس الدولة، فبيقترح وزير الدفاع حرق الجثث مع النبات اللي ظهر معاه. ولما بيجي الدور على لورين عشان ياخدوا رأيها بتقول لهم إن كان في قرية في روسيا حصل معاها نفس اللي حصل مع بلدة بادجر، لكن الروس حرقوا القرية، وده بيأكد وبيكون نفس اقتراح وزير الدفاع. لكن رئيس الدولة ما بيكونش موافق أو مقتنع بالفكرة دي، وبيقول لهم يعني لو حصل في بلدة فيها 16 مليون نسمة زي مانهاتن نحرقهم كلهم؟ وينتهي الاجتماع على كده. فأثناء ما بتكون لورين سرحانة كده وبتفكر في لحظات من طفولتها لما باباها قال لها احنا رايحين مكان سري ما تعرفيش أي حد بيه حتى والدتك، بتحاول لورين تتواصل مع حد من الموتى ال 49 الأحياء جسديا،
وبتفضل تحكي معاها وبتقول لها ان والدتها لما ماتت وهي صغيرة ما دمعتش عليها ولا دمعة واحدة، لدرجة انها كمان حاولت تتكلم مع الجثة وتخليها تتكلم معاها، وقعدت تزعق فيها تقول لها انطقي قولي اي حاجة. في وقت ما هي بتتكلم مع الجثة فجأة التليفون بيرن وبتظهر صورة النبات اللي حطها خلفية للتليفون، وفي نفس اللحظة دي بتفاجئها الجثة وتمسك ايديها، وبنعرف ان صورة النبات دي هي اللي بتحركهم، وبتكون الحركة دي في اتجاه الشمال اللي هو نفس اتجاه مدينة بادجر. وبيوصل العقيد وبيعرف باللي حصل وبيقول لهم ممكن يكون اللون الأحمر اللي في النبات هو السبب. فبترجع لورين وتأكد عليه وتقول له لا، النبات نفسه هو السبب. وبيقول ديفيد انهم بيوجهوا حركتهم في اتجاه الشمال عند مدينة بادجر. فبيقول لهم العقيد هنتحرك بكرة علشان نشوف ايه حكاية النبات ده. وبيظهر في الأخبار ان في جسم على شكل نبات كبير ظهر فجأة في مدينة بادجر، وبتكون هي نفس النبات اللي شافته لورين وكان بيتكلم عن ان النبات ده بتاعها. لما بيوصلوا موقع النبات بيستغربوا بانه كبر بسرعة غير متوقعة، وبيكونوا واخدين معاهم جثة من الجثث علشان يشوفوا رد فعلها لما تكون مع النبات. وبتبدأ مجموعة من الموجودين يتراهنوا مع بعض إذا كانت الجثة هتتحرك فعلا ولا لأ. وفي الآخر بتقول لورين كلمتها هيتحرك، وفعلا بتتحرك الجثة وبتفتح عينيها. بيبتدي يطمن على إيده بتتحرك ولا لأ، ويبتدي يتأمل المكان اللي حواليه. كل العلماء اللي موجودين بيكونوا طبعا مش مصدقين إيه اللي بيحصل. بعد كده بتطلع الدكتورة لورين في لقاء تلفزيوني علشان تقول لنا إن زي ما النباتات دي مهمة لينا علشان بتدينا الأكسجين، النباتات دي مهمة ليهم هم كمان علشان يقدروا يعيشوا، وانهم ممكن يكونوا وصلوا للارض عن طريق الثقوب الدودية. تاني يوم لورين وهي بتتدرب في البيت بيوصل شخص بنعرف انه والدها، واللي جالها مخصوص علشان يسلم عليها لانهم من الواضح كده انهم منفصلين. وبيحكي لها والدها انها كانت مهووسة بالعلم وانها طلبت من والدها يعمل لها معمل، وده خلى مامتها تقلق عليها جدا، وبيقول لها انها وحشته جدا وبيسيبها ويمشي. وبنعرف ان الشخص الغريب ده قرر انه ما يتكلمش مع اي حد تاني غير لورين، واللي بيبلغها ان ناجين الارض علشان هيكون ده وطننا الجديد. بتسأله لورين باستغراب مين اللي عرفك بالارض؟ رد عليها الشخص ده وقال لها ان واحد حاول يتواصل معانا من الارض واسمه السوبر نوفا. ولما الشخص ده بيلاحظ ان في حد من العلماء بياخدوا عينة من النبات بيطلب منها انها تبلغهم يمشوا، وبيقول لها كمان اننا مش هننزل هنا بسلام واننا شعب عدواني. وبعد ما بياخد العينة بيقدر الشخص ده انه يأثر على العالم ده ويخليه يقلع البدلة بتاعته علشان يتسمم، وكمان بيخليه يشيل خرطوم الاكسجين لزميله علشان هو كمان يموت. وفي الاخر بيقدر يوقعهم كلهم على الارض علشان كلهم يقلعوا البدل ويموتوا بعد ما بيخليهم يقتلوا بعض. بيقرر الطيران الحربي توجيه ضربة عسكرية للشخص ده ونباتاته، لكن بيكون جسم النباتات والشخص ده محمي بدرع خارجي وبالتالي مش بتأثر الضربة فيه. بيبدأ الموضوع ينتشر في كل الكوكب، وبتظهر أشكال غريبة للفضائيين ليها نفس الشكل في أماكن كتير بالكرة الأرضية، وبتسيب هزات أرضية، وبنشوف دخان بيطلع من الزرع ده وبيقتل الناس. وبتشوف لورين كل الأخبار دي وبتقرر ترجع للمعمل الخاص بيها وهي صغيرة. بيتملك منها اليأس وإن الحياة خلاص على وشك النهاية، ورجليها بتوديها للشخص الغريب ده والنبات، وبتكون لابسة ماسك. بيفاجئها الشخص ده وبيقول لها أنتي سبب وجودنا هنا، وبيمسك إيديها علشان يرجع بيها للزمن لورا علشان تشوف نفسها وهي صغيرة. كانت مع والدها وهو بيشتغل على تجربة على جسم فضائي، ولكن بتقدر تتسلل لورين وتوصل للجسم الفضائي، وأول ما بتلمسه بيحصل تواصل بينها وبين الجسم ده وبيسيطر عليها. وده بيظهر على رسمة كانت رسمتها وهي صغيرة في البيت عندها، ومحاولة تواصلها مع نفس الكائنات اللي من جنس الجسم الغريب خارج الكوكب علشان تقدر توصل لهم إحداثيات كوكب الأرض، وبيكون اسمها سوبر نوفا. وده بيأكد نفس الكلام اللي قاله الشخص الغريب ده ليها على إن اللي تواصل معانا علشان يجيبنا نعيش على الأرض شخص اسمه السوبر نوفا، وبيخلع عنها الشخص ده الماسك لأنها واحدة منهم، والهواء المسمم ده مش هيأثر عليها، وبيقول لها أهلا بعودتك. وبتنهار لورين لما بتعرف إنها السبب في اللي حصل، وبتخرج الأشكال دي هواء مسمم بيقضي على كل البشرية، وبكده تكون الأرض هو موطن